بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بقى اجمعوا يا ولاد، يلا بسرعه تعالوا بقى نعمل ايه بسيسه الدقيق الذره التحفه الجميله دي بطريقه هشه وبتدوب دوبان، مش بتخليكي تزوري ويقف في زورك والكلام ده. لا والله العظيم، بصوا البسيسه بتاعتنا بتدوب. يلا 5 بيضات، بشره قشر برتقان، كوبايتين من السكر، كوبايه من الزيت، كوبايه من السمن، تمام، كوبايه من الحليب، من اللبن يعني يا ولاد، والحليب بقى لاي بلد تانية يا جماعه. معايا هنا كوبايتين من الدقيق نخلتهم، وبعدين نزلت عليهم بكوبايتين دقيق ذره، يبقى 4 كوبايات. كوبايتين دقيق ذره، دقيق ابيض، كوبايتين دقيق ابيض عادي نخلينه، اللي هو باكت كيك شيف. وهنحط ربع معلقه بيكنج باودر كده عندنا، عشان بس انا عامله مقدار كبير شويه يا حبايبي. هنقلب المكونات الجافه دي، وهنضرب المكونات في الخلاط اللي احنا حطيناها طبعا في الخلاط. بصوا اهو، هننزل بيها كده بمنتهى السهوله كده، ما خدتش معانا حاجه خالص. ومعانا القالب بتاعنا مدهون سمن، بس طبعا انتوا عرفتوا المقادير وحفظتوا المقادير كويس قوي. 5 بيضات، معلقه من الخل، معلقه من الفانيليا، شويه من الفانيليا، كوبايتين سكر، كوبايه زيت، كوبايه سمن، كوبايه حليب، بشره برتقان. باخد الاورنج بس ببشره من المبشره واخده برضو بحطه معاهم في الخلاط، بس كده. ضربناهم ونزلنا على الكوبايتين من الدقيق الذره، كوبايتين من الدقيق الابيض وباكيت شيف، وحطينا شويه من البيكنج باودر، بس كده حبايب قلبي. معانا الصينيه دهنينها سمن كويس قوي، ومشغلين الفرن بقالها 10 دقايق. في اسهل من كده؟ والنتيجه بصوا يا ولاد، انتوا هتجربوها وتشوفوا بنفسكم. انا عامله هنا، خلي بالكم ده المقدار بتاع الصينيه الكبيره، لو تعملي صينيه صغيره اقسمي المقادير يا حبيبتي. طلعت معانا اهي ما شاء الله. نقطعها وهي يا ولاد واحطها في صينيه التقديم قدامكم، هتشوفوا شكلها. انا عاملاها في لايف يا حبايبي والله، ومقطعاها في اللايف برضو، وحطيتها في طبق التقديم عشان اصورها وانزلها لكم. بصوا يا ولاد تحفه، والله العظيم بتدوب كده دوبان في بقك كده، حاجه كده تحفه يا ولاد، عامله زي الكيكه الاسفنجيه، وطعمها وريحتها. وبشره البرتقال بقى يا ولاد، اللي هي احنا بنحطش عصير برتقال، خدوا بالكم، احنا حاطين حليب مش حاطين عصير برتقال. بشره، اخدنا قشر البرتقال الاورنج بس كده، عملناه بالمبشره كده وخدناه حطيناه في الخلاط مع ما يخلي الريحه والطعم حكايه. بصوا حبايبي، بصوا عامله ازاي، كانها كيكه اسفنجيه يا ولاد، قمر. شايفين القمر؟ القمر ده بقى بسيسه، وعايزه كوبايه شاي، شاي بلبن بقى، شاي ساده، هو شاي وخلاص. يعني الشاي بتبقى تحفه يا ولاد. يلا تاكلوها بألف هنا وشوفوا حبايب قلبي، وعايزاكم تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات بالله عليكم. لو عجبتكم البسيسه قولوا لي رايكم ايه في التعليقات. على فكره الطريقه دي انا معتمداها بقالي بتاع 16 17 سنه، والله العظيم ما بعملهاش الا كده. يلا يا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم وتاكلوها وتعملوها بالف هنا وشفا الاول، وبعدين ربنا يحسن ما بين ايديكم. وبعدين ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، متابعين المحترمين، بالله عليكم ما تنسوا اللايك عشان اعرف ان هي عجبتكم. ماشي يا حبايبي؟ لو ما عجبتكوش ما تعملوش لايك. يلا بقى عشان انا بهيس اخر الليل. والله بسجل لكم وانا بصوا فاصله خالص. يلا حبايبي، ربنا يحسن بين ايديكم، سلام عليكم.